هو ده البتنجان الصح المفروض نعمله في البيت، نعمله ونحطه في التلاجة وما نخافش عليه. شايفين شكل البتنجان عامل ازاي؟ السلام عليكم. النهارده هنعمل لكم طريقة البتنجان المخلل. عارفين البتنجان المخلل اللي بناكله في المطاعم بنحس اللي هو طعمه مزز وطعمه حلو ده؟ هو ده اللي هنعمله النهارده معاكم بطريقة سهلة وبسيطة، وفي 5 دقايق مش هياخد مننا وقت كتير خالص. طبعا البتنجان المخلل محتاج معانا البتنجانة الصغننة ديت، في نفس الوقت تكون حلوة مش دبلانة ولا حاجة. هنا هنحتاج معانا تقريبا 2 كيلو من البتنجان. خطوة معانا هنحتاج معانا حلة فيها مية تكون بتغلي، ربع كوباية من الخل الأبيض، وعليهم 3 معالق من الملح الخشن اللي هو ملح البحر أو ملح الصخري. هندوب ده كله كده مع بعضه كويس. خطوة في البتنجان، ما نقطعش البتنجان، ما نفتحش فيه فتحة قبل ما ننزله في المية. ننزل البتنجان زي ما هو سليم، وفي نفس الوقت بالقشرة بتاعته اللي عليه من بره اللي هو القمع بتاعه، ننزله بالقمع بتاعه زي ما هو وما نفتحش فيه فتحة. بسم الله. نبدأ طبعا ننزل بهم كده. الخطوة المهمة اللي بعد الخطوة دي إن يبقى عندنا أي حاجة نغطي بيها على البتنجان أو نكبس بيها على البتنجان بحيث البتنجان كله يكون في قلب المية، يعني نغطس البتنجان كله في قلب المية. بعد كده هنغطي على البتنجان بتاعنا، نحاول نسقطه تحت كده. البتنجان بتاعنا بعد ما يغلي يحتاج معانا 10 دقايق ويكون جاهز. بعد كده هنبدأ نعمل في الايه، في الخلطة بتاعته. وطبعا عشان اعمل الخلطة بتاعتي هحتاج معايا الخلاط بتاعي، هنزل بيه ب2 من الفلفل الحار والاخضر، وده طبعا اختياري ولكن 2 مش كتير. معانا رص من الثوم متقشرة ننزل بيها، ومعانا 3 معالق من الخل الابيض. هنفرم ده كله مع بعضه كويس. شكلهم بعد ما اتفرم. بولة عندي وانزل بيها بالخليط ده كله اللي انا فرمته. بعد ما نزلت الخليط كله هنزل عليه ب2 من الليمون. 2 من الليمون هنزل عليهم بمعلقه من الهريسه العربيه. وعندي هنا 2 كيلو من البتنجان هيحتاجوا معايا 3 معالق من الملح. هيحتاجوا معانا معلقه صغيره من الكزبره، وهيحتاجوا معانا نص معلقه من الشطه، وهيحتاجوا معانا معلقه من الكمون. ده كله هنبدا نقلبه كويس كده. كانت جاهزه معانا الخلطه بتاعتنا. وهنا طبعا الخلطه بتاعتي بعد ما جهزت ريحه نفاسه ما شاء الله، خلطه ما شاء الله تحفه. وهو ده اللون اللي احنا عايزينه. اللون على فكره احمر اكتر ما هو باين في الكاميرا كده. كده فاضل علينا بس حاجه واحده عشان نكمل المكونات بتاعتنا، اللي هي حزمه من الكزبره او البقدونس اللي موجود في البيت. نقطعها كده قطع ناعمه كده. هنا طبعا بعد ما خلصنا الربطه بتاعتنا ننزل بقى بالشكل ده. هنقلب ده كله مع بعضه كده كويس. وكده المكونات بتاعتنا كانت جاهزه. دلوقتي مستنيين البتنجان بتاعنا بس يجهز وخلاص كده. طبعا هنشتغل الغطا بتاعنا ده اللي احنا متقلين بيه البتنجان عشان نبص على البتنجان بتاعنا. شايفين شكل البتنجان بقى عامل ازاي؟ ده كان شكله النهائي، طلع بقى كويس. دلوقتي نصفي الميه اللي عليه ونجيبه نغسله بغسله ميه ساقعه بحيث ما عادش يستوي اكتر من كده. احنا ما عندناش عايزين يستوي اكتر من كده، فلو سيبناه بالسخونيه بتاعته هتسويه اكتر. احنا مش عايزينه يستوي اكتر من كده. طبعا بعد ما صفيناه وغيرنا عليه الميه الساقعه اكتر من مره، هناخد القمع ده كده ونشتغله بطريقه سهله كده، ونحس ان القمع بتاعه متماسك شويه بالسكينه ونشتغله. طبعا عشان ابدا في الدقه بتاعتي في البتنجان، اخد البتنجانه افتحها فتحه كده بالشكل ده. ابدا احط فيها من خلطه. طبعا الحركه اللي انا عاملها دي اختياري، انا حابب ارش رشه ملح من فوق كده بحيث ان انا ادوب الايه، البتنجان كله يدوب، واي ميه في البتنجان تسقط فين، في قلب البوله بتاعتي. هرش رشه صغيره كده من الملح على الوش كده، وهبدا بعد كده انزل بالخليط بتاعي.
على وش البتنجان كده ابدا انزل بالخليط بتاعي. شايفين شكل البتنجان عامل ازاي؟ ها؟ هو ده البتنجان الصح. الله 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 على الشغل الجامد، الله. هو ده البتنجان المفروض نعمله في البيت، مش نقول بتنجان المطاعم.